السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم الصحة وأحسن حال. يلا كده سموا الله وصلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا وحشتني من آخر فيديو يا حبايبي. وبالنسبة للفيديو اللي عدى، أنا والله ما كنتش أقصد أي حاجة، يعني عشان بالنسبة للكومنتات الناس اللي زعلت مني إن أنا اتكلمت عن ست مهملة وكده، أنا والله مش قصدي أي حاجة. طبعا يا حبايبي تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده في فيديو. النهارده فيديو بسيط كده وخفيف. قلت النهارده كده اروح اعمل كده شويه كفته للعيال. قلت جبت نص كيلو رز من الدكان، وجبت كزبره وشبت، وطبعا فصصت توم وايه التتبيله بتاعت الكفته دي. كلنا طبعا ايه عارفين التتبيله بتاع الكفته دي، لان طبعا سالت يعني قلت لهم النهارده نقضيها كده ايه كفته. خدت الرز كده يا حبايبي وقلت ايه راح اغسله على الحنفيه. شطفته كويس، وكنت حاطه غسل المواعينات والبوتاجاز كنت منضفاه. وبسيب طبعا زي ما انتوا عارفين بسيب المواعين تصفي من الميه خالص عشان خاطر ايه المطبخ الخشب يعني ايه ما يعدمش وكده. بس غسلت الرز كده وحطيت الثوم عليه كده وغسلتهم وصفيتهم وغسلت الخضره كده. طبعا انا عارفه ان ناس كتير بتعمل الحاجات دي، يعني بتعمل الكفته دي في البيت، بس انا ما عنديش، يعني بعملها في المفرم عند الراجل يعني، وهو عنده ايه اللحمه يا حبايبي. طبعا زي ما قلت لكم مقدار لو عايز تعملي ربع كفته ربع لحمه على ربع رز، نص لحمه على نص رز زي ما انت عايزه، والتوابل اللي انت عايزه تحطها حطيها. غسلت كله كده يا حبايبي بقرن الفلفل بكله، حطيته على بملح ببصلايه كله على بعضيه كده، وخدتهم طبعا ايه هاخدهم للراجل كده واروح اعملهم عنده واخليه يحط عليهم ايه نص لحم. اهو زي ما انتوا شايفين طريقة الكفتة سهلة كده يعني، وبتأكل يعني. بعمل عليها شوية صلصة كده والعيال بياكلوا. اهو حطيت عليها كده حبة شطة بتخليها يعني طعمها حلو. يعني تحط التوابل بتاعتك كلها اللي انت عايزة تحطيها حطيها عليها. اهو وقلت كده نقضي يومنا كده بأي حاجة، احنا يعني ايه أي حاجة بعملها لولادي. المهم ان ايه كل يوم بتبصر كده في لقمة وبعملها لهم. حط التتبيلة دي بالرزات واعملهم في المفرمة. بيقول لها احط لحمة قد ايه، قالت له ما تحطش خالص اعملهم بس كده. قلت لها طب بس الراجل قال لها يا ست طب حط عليهم اي حاجه، حط ربع. قالت له ما معيش اعملهم كده وخلاص. واحده ست واخده على التتبيله دي بطاطس، على تتبيله الرز والشبت والكزبره بطاطس، وقالت له اعملهم كده مع بعضيهم. شفت المنظر ده وانا واقفه، يعني انا بصراحه فضلت اقول الحمد لله يا رب الحمد لله. بص الناس من الغلا بتعمل ايه، من الغلا بتاع الاسعار ده. بص الناس بتعمل ايه، يعني واحده ست عملت التتبيله الرز بالخضره بالتوابل، والتانية حطت على الرز والخلطه بتاعتها شويه بطاطس. في يا حبايبي كفته بتتعمل عندنا كده ببطاطس يعني عادي، بس انا ما جربتهاش يعني، بس ناس كتير يعني بتعملها. بس زعلت والله وفضلت اقول الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. الناس يعني من الاسعار بتمشي امورها باي حاجه كده، اي حاجه بيمشوا امورهم بيها. بس بعد كده عملت الكفتات اهم يا حبايبي كده، وعملتهم كده صوابع ورحت حمرتهم. قعدت احمر فيهم كده، طبعا بنحمرها عشان خاطر ايه ما تسيبش وكده. اهو زي ما انتوا شايفين كده. وكنت مجهزة درج الطماطم وقطعت البصلة يعني هي الكفتة بتتعمل بطريقة، يعني برضو بتتعمل بطريقة تانية زي طريقة أم جانا كده، بس أم جانا بتعملها بشوربة، بتبقى عاملاها كده مبططاها كده وبتعملها بشوربة. لكن هي عندنا بتتعمل كده بشوية صلصة كده، واحنا بننزل عشان ايه بس نغمسها كده بعيش. قلت يعني بصوا عملتهم الكفتات عند الراجل كده، وفضلت اقول من المنظر اللي شفت انا زعلت، بس زعلت ان انا شفت يعني. قلت الناس هتعمل ايه، الناس كلها بتمشي. يا ريت يرخصوا لنا الاسعار بس شويه، يرخصوا. اللحمه الفراخ وصلت عندنا 77 جنيه الكيلو، والفراخ الفراخ 77 جنيه الكيلو، واللحمه 220 اللحم. طب قولوا بقى اللي معاه 3 4 عيال ده يعمل ايه عشان يجيب لولاده شويه لحمه يا عيني ويطبخ. عقبال ما يجيب لهم مثلا كيلو اللحمه ب220 ويجيب الخضار وكده، هتخش لها في 300 جنيه. يعني بوريكم الله يعين الناس والله يقويهم كل اللي بصوا. يعني يا ريت يرخصوا لنا الاسعار، والله يا ريت يرخصوا لنا الاسعار. كل اللي معاه 3 4 عيال يعرف ياكلهم يعرف يشربهم.
الاسعار لما ترخص الناس هتعرف تاكل، تعرف تشتري اللي لازم بيتها، تعرف تجيب اللي يجيبوا اللي هم عايزين. يلا لازم نحمد ربنا على كل حال ونقول الحمد لله. يمكن في يوم من الايام الاسعار دي تهدى شوية كده وكل حاجة ترخص. ربنا كريم ان شاء الله. بس كده يا حبايبي، وسبكت الطماطم كده، سبكتهم وظبطتهم وحطيت لهم كده ملح وتوابل. وبعدين رميت الكفتة بتاعتنا وسبتهم كده يغلوا كده ياخدوا كام غلوة كده، الكفتة بسرعة بتطيب. وطبعا مكة ورنا زي ما انتوا عارفين كانوا قاعدين مستنيين الأكل. طبعا هم هنا بيسلموا عليكم يا حبايبي وبيقولوا لكم تعالوا كلوا، تعالوا تفضلوا معانا. طبعا كان غدا. رنا كانت بتقول لكم هنا تعالوا اتغدوا معانا يا حبايبي. بس حطيت لهم كالو كده، وكان محمد وسيف كلهم، بس هما بيتكسفوا يعني. انا بحط العيال كلهم كده بس بعد ما بيتكسفوا يطلعوا كده وانا يعني قدام الكاميرا وكده. والقطة بتاعت مكة هي دايما اول ما نحط الاكل كده تيجي جنبينا عشان نرمي لها وتاكل. بس وقعدت كده عملت لهم، كنت مستنية يبرد شوية. قطعت من العيش كده وقلت احط لهم كده في عيش عشان يعرفوا ياكلوا عقبال ما يبرد، لان كنت لسه منزله الحله من على البوتاجيز. اهو بقول لمكة كل يا مكة. اهو مكة دي مطفشاني. ارتحت من صوتها، انت كانت على طول ماما 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 على طول في الفيديوهات. ان شاء الله بحاول ارضي كل متابعيني واعمل لكم كده. لو في فيديوهات ما فيهاش كركبه اصورها كده على طبيعتها. وبعد ما غديت العيال يا حبايبي كده قلت رحت جبت من دكان المنظفات، هو اللي بيبيع الحاجات دي، الخلطة الكرول اللي انتوا عارفين ان انا بعملها يعني بعملها بتنفعني وببيع منها لجيران. بس عارفين الايام اللي فاتت كانت هتعمل لي مشاكل. كانت هتعمل لي مشاكل ازاي؟ طبعا جيراني بصراحة بياخدوا مني، وقعدت فترة كده بقى كنت بعملها واخليها ليا، لقيتهم بيسألوا عايزين منها، وقالوا بتنظف الهدوم، بتخلي الهدوم زي الفل. بس طبعا استببت لهم الايام اللي فاتت كانوا يعني بياخدوا مني الكلور يغسلوه ويجي يقولوا احنا بنكرش في جسمنا، يعني عامله لنا كرش وكده في جسمنا. فقلت لهم طب يعني بس احنا طول حياتنا يعني كنت على طول بعمل الخلطه دي على طول يعني بعملها وكده. رحت سالت الراجل بتاع المنظفات، قال خليهم يشطفوا قال لي ممكن يكون حساسيه في الاول. قلت له حساسيه مين؟ يعني الجيران كلهم عندهم حساسيه؟ لا طبعا. بس فقال لي حتى هنا بصوا اول ما بيجي على ايدي بشطف ايدي منه على طول بيحرق الايدين لانه مفعوله قوي. فهو قال لي دي خلطات بتتعمل على بعض، فلازم طبعا يشطف الهدوم كويس، يشطفوها كويس، لان عشان خاطر ما دي خلطات بيعملوها هم تركيبات وكده، بوتاص ولون ومش عارفه وكلور خام اللي هو الكيسين اللي فضيتهم. وده طبعا بوتاص سائل، كنت في الاول بيديهولي كان بيديني البوتاص خشن، كنت بحطه كده وبجلب، لكن هو عطوه لي سائل. هو نفس النظافة بينضف برضه. بس فبعملهم بصراحة البرميلين زي ما انتوا شايفين كده، بعملهم البرميلين بيطلعوا غسيلي بغسل منهم كل حاجة، حتى المسيح بتاع البلاط باخد من الكلور ده الخلطة دي وبمسح منها. مش بتخلي اي حاجة ريحة للبلاط ولا بتخلي اي حاجة، بتنضف الهدوم وتخليها فل. طبعا انتوا عارفين الاطفال بتلعب على طول عندنا في الارياف هنا الاطفال بيلعبوا في الشوارع، يلعبوا هنا فهدوم بتبقى عتمينة تراب، فبينطر اي بجح في الهدوم. بس طبعا قلت لهم بقى قالوا ساعتها يقولوا لي يا ام محمد حرام عليك ده انت جبت لنا تجارب وكده. قلت لهم يا نسيت. بس رحت قلت لهم طب بص اشطفوا الهدوم حلو، اشطف الهدوم حلو خالص كده، وهي ان شاء الله مش هيحصل حاجه. فعلا تبعوني وعملوا كده، وهم اصلا كانوا مستمرين يعني كانوا بيكرشوا وبيعلوا يجي يقولوا لي عايزين كلور يا ام محمد. بس يا حبيبي عملت البرميل الاولاني وقعدت بقى فتحت الكياس بتاع الكيس التاني، بيطلع غسيل وبيطلع والله يعني حلو، والجيران كلهم بياخدوا مني بصراحة يعني. بس والكيس زي ما انتوا شفتوا الكيس بتاع المعطر دي ريحة يا حبايبي اللي هو اللبني دوت، انا بحط منه للغسيل يعني قطر صغير بحطها في مية الشطيف، بتخلي ريحة الهدوم والله العظيم. لما اكون بنشر الهدوم في البلكونة الناس كانت تقول لي الغسيل بتاعك مفحفح في الشارع. هم بصراحة يعني مش بيغسلوا بمعطر، يعني ما بيشطفوش الهدوم بمعطر، بياخدوا الكلور بس منه. فحتى يعني خلطة المعطر دي بصوا بوريكم هنا الخلطة يا حبايبي. بصوا
وشديدة، يعني ريحتها شديدة خالص. انا بعد ما بعملهم كده بتبقى الريحة شديدة في الحمام. بس لميت هنا كده يا حبيبي الاكياس بتاعت اللي هي بتاع الكلور كده، لميتهم كلهم كده عشان باخدهم برميهم بره. وفضيت طبعا المعطر اللي انا جايبه، بصوا كيسين المعطر دول ب5 جنيه بس. فضيتهم كده في الجزازة، باخد منهم بيقعدوا معايا، الجزازة دي بتقعد يجي شهر كامل، شهر كامل كده، باخد منها ايه حاجة صغيرة خالص. اتمنى يا حبايبي فيديو النهاردة يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك عشان بيرفع الفيديو، وكومنت حلو الفيديو كده، ربنا يخليكم ليا يا رب، متحرمش منكم ابدا. يلا اشوفكم على خير ومع الف سلامة.